اللي عافي محدش ياكل لقمته. سمعنا الحكمة، حكمة مصرية جميلة قديمة معروفة من زمان. العافي محدش ياكل لقمته. في حاجة تانية، اصبر على جار السوء لا يرحل لا تجيله نصيبة تاخده. ليه طيب الكلام ده؟ احنا عندنا جار سوء في المنطقة، عارف العيل الرزل، العيل اللي هو الغتيت، اللي هو تبقى انت قاعد في حالك ويجي يخبطك على دماغك، يخبطك على كتفك وانت مركز ولا انت بتعمل حاجة مهمة، بس في غتاتة. اسرائيل مش سايبة حد في حاله، من جيرانها مش سايبة حد في حاله. طبعا غزة احنا عارفين اللي حصل، شغالة حاليا في لبنان. اي حد قاعد في بيته بيفكر بينه وبين نفسه ان هو مش حابب اسرائيل، مش عاجباه اسرائيل، بيضربوه. اي حد، كل شيء بالنسبه لها مستباح. واحد اتنين، سوريا ضربت بيت جن، شفنا اللي مات وشفنا اللي عملوا، بخلاف ان هم الجولان كانوا واخدين فيه جزء قبل ما يحصل كل اللي حصل ده. خدوا الجولان وعدوا من الجولان وخدوا جبل الشيخ وبقوا بسم الله ما شاء الله الطموح عندهم بيعلى كل شويه. ده ليه؟ عشان هم ضربوا في اول ما قامت ما يقام بثوره الشرع، ضربوا الجيش السوري بالكامل، جميع معدات واسلحه الجيش السوري بالكامل اتضربت. فبقت بالنسبه لهم سوريا دي كانه مثلا ايه، خارج يتمشى شويه وجاي اهو بيغير مكان. طيب يا جماعه، العافي محدش يجي عليه. العافي مصر اللي بتعمله، استعداداتها، جيشها، سلاحها، حكومتها، رئيسها، شعبها، ناسها، العافي محدش يقدر ياخد لقمته.